ورحنا في نهايه الموسم. ما معنى نهايه الموسم؟ نهايه الموسم انه اللعبات يكونوا عياو، يعني ما بقاش شي حاجه اللي يعني اللي تتسهل انه يبدو في واحد المجهود كبير باش يرضيو الجمهور. علاش؟ كاس افريقيا مأهلين ليها، اللعابه اللي سال مع الفريق ديالو رساله، اللي تيفكر في الانتقال راه تيفكر في الانتقال، وبالتالي فالمدرب لما تحمل المسؤوليه راه لا يعني بانه اللعابه ما تحملوش، ما عليهم حتى شي ملاحظه، لا عليهم ملاحظه، ولكن واخا يعيا ما يتكلم معاهم، واخا يقول لهم انهم خصكم ديروا، لو انه كانوا بعض اللاعبين انهم استمعوا الكلام ديال المدرب بانه خصنا نواصلوا، خصنا نديروا، عندنا واحد الصوره، لو انه كانت عندنا فرقه تلعبوا في مستوى عالي واربعه متوسط وثلاثه ما لعبوش، نقدروا نقولوا بانه هادو ما استوعبوش. هذا كل شيء اللعبه كلهم كانوا عاديين جدا. علاش؟ انهم عندهم نفس تصور لنهايه الموسم. اللاعب اللي لاعب 52 مقابله ولا 53 تظهر ليا، والمقابلات وما ادراك عن المقابلات ديال لعب 5 دقائق وشرب الماء، لا، مباريات في مستوى كبير، وبالتالي فتظهر ليا بانه وصلوا لواحد الدرجه من العياء. هذا ماشي تبرير، هذه حقائق. الان حتى المباراه ديال جنوب افريقيا مباراه من اجل اتمام المنافسات الافريقيه، حنا مأهلين وجنوب افريقيا مأهلين. اذا باش يمكن تجي لعاب وتقول له بمباراه وديه خرج كاع اللي عندك وغيولي الناس طالعين هابطين، ما غتجيش للبال. صحيح انه يبغيو يلعبوا مقابله، ولكن واخا تعيا ما تبغي يعني طبيعه المباراه والذات ديالك ما غتطوعكش لا نفسانيا ولا بدنيا. بدنيا الانسان صافي راه عيا، خصو يكمل بحال داك اللي شنسميها، يعني تنقلب على شي امثله اللي تكون بحال شي واحد غيقول لك شوف، لما غتكون غدوز امتحان راك تدوز امتحان، لما غتقول التلامذ ديالك وهادشي كتوقعنا في المدرسه راه غدا غنديروا امتحان ولا ما محسوبش، ما غتحفظش، ما محسوبش. يعني مساله بسيطه جدا. ماشي واحد يقول لي لا عاوتاني لا حنا كنا تنقراو، لا، بعد نوبات تيجي الاستاذ تيقول لك غدا غدير واحد الامتحان ولكن راه ما نحسبوا لكمش. واش حال اللي غيمشي يراجع داك الدرس ولا داك الدرس واحد ولا 2%، الشيء الاخر يمكن لا ما يحسبش، ما لا نصدع راسي معاه. اذا راه نفس